يقول السائل: هل استخدام الجوال اللمس في أوقات العلم والدروس من الأفعال الصحيحة؟ الجواب: لا، ليس من الأدب. ليس من الأدب أن يتحدث إليك المتحدث أو تسمع العلم فتعرض عنه بجوال أو بشيء آخر مما تنشغل به، فالعلم أهم وأولى أن يعظم وأن يحترم وأن يتأدب معه، لأن فيه كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا مما يضيع الفائدة لدى الشخص، مما يضيع الفائدة لديه أن ينشغل بهاتفه أو جواله اللمس. كما أني أنصح لكل من له جوال لمس أن يحاول ألا يفتحه داخل المسجد. كل من كان له جوال لمس ينبغي له أن ينزه المساجد عن هذه الجوالات، لأن فيها أخبار وحكايات وأحوال وصور وغير ذلك مما تنزه المساجد عنه. المساجد ما بنيت إلا لذكر الله تعالى، فلا تتشاغل أيها المسلم، لا تتشاغل في بيوت الله بمثل هذه الجوالات. اشغل نفسك بطاعة الله ما دمت في بيت الله تعالى، وعظم بيت الله تعالى، ولا تجعل الأمر فيه هزءا أو لعبا أو عبثا أو أمرا هينا، فإن الله سبحانه وتعالى عظم المساجد، فقال سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ذكر الله عز وجل أن هذه البيوت ينبغي أن ترفع حسا ومعنى، ترفع في مبناها وترفع في معناها، أي فيما تعمر به من ذكر الله تعالى وطاعته. لا تنشغل بهذا الجوال، فقد حمل أعداء الإسلام المسلمين على أن يدخلوهم في كل شيء من أجل أن يضعفوا دينيا، يضعفوا في مجال الدين. ولكن يكفيك أنه إذا حصل لك أمر اتصال أن تجيب وتغلق، لا أن تتصفح الرسائل، فإن الشيطان يدعوك إلى أن تتصفح غير الرسائل والأخبار والصور والحركات والفيديوهات وغير ذلك من الآفات. هذا ليس موطنه. المساجد عموما ليس موطنها سماع الأخبار وقيل وقال، وليس موطنها هو النظر في الصور وفي الفيديوهات ونحو ذلك. إنما بنيت المساجد كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن هذه المساجد، أو قال: إنما بنيت المساجد لما بنيت له. بنيت لذكر الله تعالى وقراءة القرآن والعلم النافع والعمل الصالح. لا تفتح جوالك بارك الله فيك، لا تغرق نفسك في أمور أنت تطلب أجرا فتخرج بوزر، تطلب أجرا في بيت من بيوت الله فتخرج بوزر،
تتحمل آثاما بجعلك الصور في هاتفك وهكذا في الأخبار وتضيع وقتك، وهكذا في بقية ما يحمله الهاتف الجوال اللمس بالذات. ولك أن تنظر في نفعه وضره. انظر، ضع المقاييس في مصالحه ومفاسده، في منافعه ومضاره، أين ترجح الكفة؟ كفة المنافع أم المضار؟ وانظر أيضا، لو أن شخصا وضع له في كأس عسل ممتلئ ووضع فيه قطرات من السم خلطها بالعسل، ما كان لي يجرؤ على شربه؟ هذا لو كان عسلا كله إلا قطرات، فكيف لو كان سما كله إلا قطرات عسل؟ كان أشد نفرة منه وبعدا عنه. فحاول أن تعيد النظر وأن تطلع على ما يورد من الآفات، ونحن نخص بالذكر والحال ما إذا كان في المسجد خصوصا، ولينظر المسلم ما ينفعه وما يضره. لما يقيس هذا الأمر يجد بإذن الله سبحانه وتعالى أن ترك مثل هذه الأمور أولى وأحرى.